يا سيادة الرئيس، كفاية انك انت بتتحمل كل الإساءة ومش هيجي زيك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ناس اتوقف حالنا من ساعة الثورة لحد النهاردة، لا شغلة ولا مشغلة. يعني الراجل بيصورنا اهو احنا قاعدين في الشارع. كنا الاول بنروح مقبولين الخاطر، النهارده مفيش حاجة خالص. ايام الله يرحمه السادات اول ما مسك الراجل واشتغل وقال لك اللي مش هيعمل في عهدي مش هيشوف حاجة تاني، وهي كلمة أكن الراجل مكشوف عنه الحجاب، والله أكنه مكشوف عنه الحجاب. جالنا حسني مبارك واشتغلنا وربنا كرمنا برضه، كان يقول اربط الحزام نربط الحزام، وبرضه ربنا بيزيد في الخير ويبعته. النهارده مفيش حاجة خالص، لا شغلة ولا مشغلة من ساعة الثورة. من ساعة ما مسح ما عملش أي حاجة زي الناس، والناس جعانة، الناس عمالة تضرب في بعضيها وكل يوم مش عارف إيه. أقول له أنت ما تنفعش تبقى رئيس. هو في أول الأمر أول ما قال لك أنا همسك البلد ما شاء الله إحنا قلنا يعني بتاع الشعب كله ما فيش عنده خيار وفقوس. طمنا قلنا الراجل ده هيظبط الدنيا. ما نعرفش إيه اللي حصل بعد كده بقى، يعني الحكم هو حكمه ولا حكم اللي هو منه مش عارفين، يعني مش عارفين الحقيقة، يعني الحقيقة يعلمها ربنا. الإخوان كلهم بقى لهم سنتين ولا ابيض ولا اسود شايفينهم في البلد السوداء دي. والله اقول احنا بقى لنا سنه من حكم وما شفناش فيه اي تقدم. البلد كلها في النازل في النازل في النازل، والعماله كلها واقفه والمصانع واقفه. احنا مش عارفين نعمل ايه يعني. احنا هو قال هو رئيس حزب بس ولا رئيس مصر؟ احنا عايزين نفهم بس. اولا من ساعه ما السيد الرئيس ده مسك البلد مفيش حاجه 10 اشهر مفيش اي حاجه اتحققت. زباله زي ما هي الزباله، البلد مليانه زباله، امن مش موجود، عيال ولادنا ما بيشتغلوش، مفيش حد بيشتغل، قله الشغل في البلد بقت في كل حته باينه وواضحه. فطب ايه الحل يعني؟ يعني احنا هنفضل كده لامتى؟ انا مش شايف في اي انجاز حصل من ساعه ما مسك محمد مرسي. من ساعه ما مسك محمد مرسي انا موقوف حالي، مش شايف في اي انجاز. زباله بندفع زباله، ميه وبندفع ميه، كل حاجه دفع فلوس ومفيش دخل فلوس. مضيت يا باشا، وامه واخواته وكله نازل يوم 30. قضيت على استمرار التمرد. ان شاء الله هنزل انا وعيالي كلهم باذن الرحمن.